لو فتحت تليفونك دلوقتي كام برنامج هتلاقي جنبه رقم احمر؟ طب كام مره فتحت البرنامج ده النهارده من غير ما تكون عاوز تفتحه او من غير ما تحس انك فتحته اصلا؟ انا النهارده مش هتكلم عن السوشيال ميديا حلوه او السوشيال ميديا وحشه، انا هتكلم عن حاجه اهم واخطر من كده بكتير، هو ليه انت مش عايز تسيبها اصلا. السلام عليكم، انا اسلام جابر وده الفيديو السادس من رحله 100 فيديو على القناه. خليني اكون معاك صريح من الاول، اللي هقوله في الفيديو ده مش هجوم على السوشيال ميديا ولا جاي ان انا ابينها ان هي الشيء الوحش او الشيء اللي مش كويس، وعشان ابقى منصف لازم ابدا معاك من هنا. السوشيال ميديا في الاصل هي مش عدو. فكر معايا كده، واحد بيتعلم برمجه او اي مهاره من الصفر وهو قاعد في اوضه بيته ومن غير ما يدفع جنيه، بس لانه لقى قناه يوتيوب او كورس مجاني بيتكلم عن الشيء ده او بيعلمه. وواحده تانيه بتبيع منتجاتها اليدويه لناس في محافظه تانيه عمرهم ما كانوا يسمعوا عنها اصلا. صحاب بعدوا عن بعض بسبب الدراسه او السفر ولقوا ان السوشيال ميديا هي الخطه اللي هيوصلهم ببعض تاني بعد فراق سنين. انا اعرف ناس حياتها اتغيرت 180 درجه للاحسن بسبب السوشيال ميديا. السوشيال ميديا خلت المعرفه قريبه من اي حد معاه نت بغض النظر عن فلوسه او مكانه، خلت ناس عاديه جدا يبقى لها صوت او تاثير من غير ما تحتاج قناه تلفزيون او دار نشر زي زمان، وخلت التواصل مع الناس البعيده بيحصل في ثواني مش زي زمان بيقعد شهر او اتنين في جواب في البريد. وفي شغل كامل وشغلانات جديده تانية اتولدت بسببها، صناعه محتوى بقى، تسويق رقمي، تجاره الكترونيه، كل دي شغلانات جديده ما كانتش موجوده قبل السوشيال ميديا. ناس كتير دلوقتي دخلها الاساسي جاي من مكان ما كانش موجود قبل كده. يبقى السؤال الاول اللي المفروض نساله مش السوشيال ميديا وحشه او السوشيال ميديا حلوه، لان الاجابه واضحه، هي اداه والاداه في حد ذاتها ما بتبقاش وحشه او حلوه. السؤال الحقيقي هو سؤال تاني خالص وهنكتشفه مع بعض دلوقتي. طيب لو السوشيال ميديا في الاصل هي اداه كويسه، ليه بقى احنا حاسين ان هي بتاخد مننا اكتر ما بتدينا؟ هنا لازم نقف شويه لان السؤال ده في الاساس غلط اصلا. خلينا نسال السؤال الصح، هل المشكله في السوشيال ميديا نفسها ولا في الطريقه اللي اتصممت بيها؟ عشان نفهم الفرق لازم نعرف مصطلح مهم جدا، مصطلح ما كانش موجود من زمان، مصطلح لسه جديد علينا واول مره نسمع عنه، الا هو اقتصاد الانتباه او الاتنشن ايكونومي. الفكره بسيطه جدا، منصات السوشيال ميديا دلوقتي ما بقتش بتبيع لك خدمه وتاخد قصادها فلوس زي زمان، هي بتاخد حاجه تانية خالص، بتاخد وقتك، بتاخد اهتمامك، بتاخد انتباهك، وبعدين بتبيعهم للشركات اللي عايزه تعلن عندك. يعني في الاساس انت مش الزبون، انت المنتج نفسه. وعشان اي شركه تكسب من الموضوع ده محتاجه حاجه واحده بس، انك تفضل موجود على التطبيق لاطول فتره ممكنه، مش عشان يفيدوك، لا، علشان كل دقيقه اضافيه بتقضيها على البرنامج ده بتساوي فرصه اضافيه ان هو يوري لك فيها اعلان او يجمعوا بيانات عنك او يخلوك تتفاعل اكتر. هتبقى في سباق حقيقي، مش سباق بينك وبين صحابك مين هيرد الاول ولا مين اللي هيلحق. السباق ده بين الاف المهندسين وعلماء النفس اللي شغالين في الشركات دي وبينك انت. تخيل نفسك بتنافس يعتبر هم اعلى ناس على مستوى الكوكب موجوده في المجالات دي. حرفيا شركات السوشيال ميديا كلها بلا استثناء بيبقى عندها افضل مهندسين على مستوى العالم، افضل ناس في كل حاجه على مستوى العالم. وده مش تخيل ولا نظريه مؤامره، ده الاساس الاقتصادي اللي قايمه عليه كل الشركات دي. يبقى دلوقتي السؤال اتغير، مش ازاي استخدم البرامج دي، لا، ازاي البرامج دي بتستخدمني اصلا. طب هم ازاي بيخليك تقضي اطول فتره ممكنه على البرامج دي من غير ما تحس؟ الموضوع ده مش بالصدفه، الموضوع ده مبني على فهم عميق لمخك وفهم ايه اللي بيشد وايه اللي بيسحبك للدوامه دي ويخليك تفضل في البرنامج ده لاطول فتره ممكنه. ببساطه في مجموعه ادوات الشركات دي بتستخدمها، على قد ما تبان ان هي بسيطه على قد ما لها تاثير كبير جدا. اول حاجه من الادوات دي الا وهي الاشعارات. كل اشعار بيبعت لك ما هو الا نداء صغير لمخك يقول له في حاجه جديده بتحصل دلوقتي. ببساطه مخنا متبرمج على انه يستجيب لاي حاجه جديده في البيئه المحيطه بيه، لانها في نفس الوقت ممكن تبقى فرصه وممكن تبقى خطر. المنصات او بمعنى صح الناس اللي ورا المنصات دي عارفين المعلومات دي كويس ومذاكرينها كويس قوي وبتستخدم نفس الغريزه دي، بس بدل الخطر الحقيقي بقى لايك او كومنت او شير. تاني حاجه الا وهي الفيديوهات القصيره. لو هتسالني انت كاسلام ايه اكتر حاجه شايفها ان هي حرفيا مصيبه العصر الحالي، هقول لك هي الفيديوهات القصيره. كل فيديو 10 ثواني او 20 ثانيه بيديك مكافاه سريعه، وقبل ما تخلص الجرعه دي تلاقي نفسك دخلت على الفيديو اللي بعده من غير ما توقف حتى، ومفيش فرصه للحظه تفكير يا ترى اوقف ولا اكمل، خلاص القرار اتاخد نيابه عنك اصلا. ثالث حاجه من الادوات دي الا وهي التمرير اللانهائي. زمان كان في حاجه اسمها الصفحه الثانيه، كنت بتضغط عليها عشان تروح للمحتوى اللي بعده او للصفحه اللي بعدها. دلوقتي مفيش نهايه، مفيش لحظه طبيعيه تقول لك خلاص وقف لحد هنا او انك تاخد حتى قرار واعي. ودي مش تفصيله صغيره، ده قرار تصميم مدروس باحترافيه جدا، لان غياب النهايه بيخلي دماغك تفضل تقول كمان شويه كمان شويه لحد ما تلاقي نفسك قضيت 8 او 7 ساعات على نفس البرنامج. وما تتصدمش من الرقم ده، الرقم ده دلوقتي يعتبر بقى بيقرب من الحد الطبيعي للاستخدام اليومي لاي حد. زمان كانت الدراسات بتقول لك 3 و4 ساعات، انما دلوقتي المده دي ارتفعت بشكل مهول. انا هو اللي بفضل اتكلم مع اداره السوشيال ميديا في فتره من الفترات وصل استخدامي لاكثر من 12 ساعه. انت متخيل الرقم ده نص يوم حرفيا. رابع حاجه واخرهم واخطرهم الا وهي المكافآت المتغيره. يعني ايه بقى المكافآت المتغيره دي؟ انت دلوقتي بقيت بتقلب في الريلزات ما بتبقاش الفيديو اللي جاي ده هيبقى بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن حزن، حد مات، فرح، حاجه تضحك. نفس مبدا او نفس فكره ماكينات القمار، المخ ما بيبقاش متعلق بالمكافاه نفسها بل ان هو بيبقى متعلق بعدم التاكد. يمكن المره الجايه تبقى احلى، يمكن اكسب المره الجايه، يمكن حظي يبقى حلو المره الجايه. ده اللي بيخليك تكمل سكرول حتى وانت مش مستمتع اصلا، وده اللي بيخليك صعب توقف.
مش لانك ضعيف الاراده، لو حد قالك كده ما تسمعش كلامه، ده لان اللي قدامك اتصمم مخصوص عشان يكسر ارادتك اصلا، بادوات علميه ومدروسه من اشخاص كل شغلهم في الحياه انك تفضل قاعد قدام الشاشات لفتره اكبر. طب كل ده بيسبب اثر ايه فينا احنا كجيل جديد او كجين زي ما الناس بتقول؟ خلينا منصفين هنا كمان، كل جيل وكان ليه تحدياته. الجيل اللي قبلنا كان بياخد وقت اطول في حاجات دلوقتي احنا بنعملها في ثواني، وده كان له عيوبه كمان، هو وصول المعلومه بشكل ابطا. دلوقتي انت اي معلومه بتكون عاوزها في اقل من 3 ثواني بتكون واصل للمعلومه دي بتليفونك. ومن ناحيه تانية زمان كان في عزله جغرافيه، يعني ببساطه انت كانت دايره معارفك ما بتتخطاش القريه اللي انت فيها، ده لو عرفتهم كلهم اصلا، وده اللي بيقلل الفرص للناس اللي عندها مواهب او الناس اللي عندها علم حقيقي حتى، لان زمان كان اي حد ساكن بعيدا عن المحافظات الكبيره زي القاهره او اسكندريه او كده كان بيبقى عنده فرص ضيقه قوي او فرص اقل في الشغل او التعليم. بس في حاجات لازم نبص لها بصراحه، يعني مثلا من ناحيه العلاقات الاجتماعيه، زمان كان في علاقات اجتماعيه بجد، الصحاب زمان كانوا بيتقابلوا فعلا عشان يتكلموا، مش النهارده. دلوقتي كتير جدا بيتقابلوا ولكن كل واحد قاعد ماسك تليفونه، جسمه موجود ولكن دماغه في حته تانية. ومن ناحيه التركيز الجيل ده حرفيا بيعاني، مخ اتعود على مكافاه كل 20 ثانيه، بيبقى صعب عليه جدا انه يقعد ساعه واحده بس على الكتاب او يتابع محاضره من غير ما ايده تتحرك بشكل تلقائي ناحيه التليفون. ومن ناحيه تحمل الصبر والملل، دلوقتي الناس بقت بتخاف من الملل، مع ان زمان الملل ده كان مصدر للالهام ومصدر للابداع، وكان بيطلع منه كل الافكار العظيمه اللي احنا بنستفاد منها حتى الان. احنا دلوقتي بقينا اول ما بنحس بالملل بنهرب بسرعه للتليفون او لاي محتوى سريع يدينا المكافاه اللي احنا عايزينها. خليني برضو عشان اكون منصف، مش كل الشباب دلوقتي كده، في ناس بتستخدم نفس الادوات دي وطلعت منها بمهارات وفرص تغير حياتهم للاحسن. المقارنه مش معناها ان زمان كان احسن مطلقا، المقارنه معناها ان السلوك العام اتغير بشكل ملحوظ مع دخول التليفون في كل تفصيله في حياتنا. الاسوأ دلوقتي ان في تغيير كبير جدا او تحول بيحصل جوانا واحنا مش واخدين بالنا منه. احنا دلوقتي كلنا بنتحول من ناس بتصنع حاجه لناس بتستهلك كل حاجه حرفيا، او بمعنى اصح بتتحول من صانع لمستهلك. ساعات بنقضيها بنشوف ناس تانية بتعيش حياتها، ناس بتسافر، ناس بتتعلم، ناس بتنجح، واحنا قاعدين بنتفرج بس من غير ما نحس، وبنستهلك وقت كان المفروض يتحول لمهاره او لمشروع حقيقي. هديك مثال بسيط، مثلا تخيل معايا واحد عايز يتعلم مهاره معينه وفضل يقضي شهر واثنين وثلاثه يتفرج على شروحات للمهاره دي ونصايح ويحفظ مصطلحات ليها علاقه بالمهاره دي، ولكن بالفعل هو ما بداش اصلا في المهاره دي. كل اللي هو اتعلمه الشهور اللي فاتت دي مقدار استفادته منه هيبقى ضئيل جدا. والمشكله ان هو مش بيبقى كسلان، المشكله ان هو اتحط في وضع الاستهلاك مش الانتاج، لان كتر الفرجه على الفيديوهات دي اسهل واسرع من انه يحاول ويفشل. من الحاجات المؤلمه دلوقتي ان مخك اتعلم انه ياخد المعلومه في 20 ثانيه، في 30 ثانيه، عاوز ياخد المعلومه حرفيا في كبسوله، فبيبقى صعب عليه انه يستحمل فكره مثلا محتاجه تركيز 15 دقيقه، وده رقم قليل جدا على فكره. احنا يوميا بقينا بنتعرض لكميه معلومات رهيبه، كميه معلومات الواحد بيتعرض لها في اليوم الواحد ممكن مثلا زمان الناس تتعرض لها في شهر او في سنه على الاقل. والفكره ان احنا ما بنعالجش المعلومات دي زي ما ذكرت في فيديو الكتابه، لان مخنا بقى في وضع استقبال سريع، هو بس بيدخل له المعلومه وبعد كده يتنقل على المعلومه اللي بعدها من غير ما يفكر فيها حتى. زمان كانت الحاجه اللي بتسليك في السفر او الحاجه اللي بتسليك قبل ما تنام كانت هي القراءه، دلوقتي بقى الموبايل هو رفيق السفر، رفيق السرير، بل رفيق الحمام كمان. الموبايل حرفيا بقى داخل في كل وقت في حياتنا، بل انا بقيت بحس ان احنا حياتنا هي اللي بقت داخله في الموبايل مش العكس. والنتيجه لكل ده هو انسان بيقضي كل وقته كمستقبل مش كصانع، او كمستهلك مش كصانع، يتفرج على حياه غيره وينسى حياته هو. ههدى معاك شويه وهتكلم معاك من غير دراسات او ارقام او مقارنه بين دلوقتي وزمان. كل يوم بيعدي او كل ساعه بتعدي عليك هي ساعه بتعدي من عمرك مش من وقت، والفرق بين ده وبين ده كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم ليه حديث جميل جدا جدا. الحديث ده بيقول ايه؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. كل ثانية بتقضيها في حاجة تافهة أو على برنامج من برامج السوشيال ميديا هتتسأل عنها يوم القيامة. وده مش كلام تخويف، دي دعوة نرجع نسأل نفسنا أنا عمري رايح فين؟ كم مرة حسينا إن اليوم طار من غير ما نعمل فيه أي حاجة؟ فتحنا بس الموبايل لمدة دقيقتين وعدى ساعتين وفضلنا ماسكين الموبايل من غير ما نحس بالوقت وهو بيمشي. علماء كتير جدا جدا بيتكلموا عن الوقت وأهميته وإزاي إن إضاعة الوقت من الابتلاءات الكبيرة. ابن القيم ليه مقولة بتلمسني جدا في موضوع الوقت ده. ابن القيم بيقول إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. تخيل معايا الساعات اللي بنقضيها في السكرول بلا هدف لو اتحطت في تعلم مهارة أو في قراءة أو في تفكير هادي بس في حياتك، كانت هتفرق فرق حقيقي جدا. بعد سنة، بعد 2، بعد 5، بعد عمرك كله كانت هتفرق معاك جامد. احنا كل بداية سنة بنحط أهداف جديدة للسنة دي. تخيل معايا بقى لو كل سنة كنت حققت الأهداف دي، تخيل كنت هتبقى عامل ازاي؟ أنا عاوزك بس تسأل نفسك سؤال واعي شوية، الساعات اللي ضيعتها من عمري اللي فات ده كله لو رجعت لي تاني هعمل بيها ايه؟
طيب دلوقتي ايه الحل؟ حرفيا الحل اللي هقوله ده هو اتهرس مليون مره، مش هقول لك حط تايمر او قلل استخدامك، لان الكلام ده سمعناه 1000 مره وما حصلش اي حاجه بعد كده. لان المشكله مش في مقدار الوقت اللي بتقضيه على السوشيال ميديا، المشكله في مين اللي بيسيطر، انت ولا هي. الفكره اللي بقترحها هي فكره بسيطه جدا وما فيهاش اي لعبكه. اقطع السوشيال ميديا لمده اسبوع او 2، ولكن يفضل المده دي ما تقلش عن 10 ايام، مش عشان تتعاقب ولا عشان تثبت لنفسك حاجه، ولكن عشان تدي لمخك فرصه حقيقيه ان هو يرجع لطبيعته، من غير الاشعارات ومن غير المكافآت المتغيره ومن غير السباق اللي انت حاطط نفسك فيه على طول. الاسبوع او الاسبوعين او ال10 ايام اللي انت هتقضيهم من غير السوشيال ميديا هي بمثابه اعاده ضبط لدماغك، ترجعها لحالتها الطبيعيه اللي كانت عليها قبل استخدامك للسوشيال ميديا. وبعد الفتره دي لو حسيت انك محتاج ترجع، ارجع، بس ارجع بوعي. حدد ليه بترجع وامتى تستخدم السوشيال ميديا وامتى تقفلها، والمده دي بتختلف من شخص للتاني. في ناس هتحتاج اسبوع، ناس هتحتاج 2، ناس هتحتاج 3، ناس هتحتاج شهر. المهم مش المده بالظبط، المهم انك ترجع تسيطر انت على زمام الامور تاني. لو حسيت انك استفدت من الفيديو ده حاجه، اعمل لايك واشتراك في القناه وابعت الفيديو لاصحابك عشان يستفادوا، واكتب لي في الكومنتات لو حابب اتكلم على الموضوع ده تاني او حابب اتكلم على اي موضوع عامه. وما تنساش تدعي والدي بالرحمه. سلام.